اعتصام الأسابيع الثلاثة ما قبل تقويم 13 نوفمبر لمحتجين ضاقوا ذرعا بمساومات الفاعلين الدوليين. سيقومون بما عجزت عنه منظمة الأمم المتحدة، سيقومون بغلق ثغرة الجرجرة غير الشرعية. الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تصرح بأن المساس بأي مواطن في هذه المنطقة إعلان العودة للحرب. أما الرباط ستستعين بجيشها لفتح المعبر بالقوة، بل وستقوم باستفزاز الجميع وتنفذ 3 ثغرات مماثلة. سينفخ المخزن بهذه الخطوة في نيران الأزمة خارقا الاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 91، مما سيجعل الحلول السياسية للقضية أشبه بالسراب. أما الجبهة الشعبية فستعلن عن عودتها للحرب في 13 نوفمبر ردا على الخرق، حرب الأشقاء الثانية. يرافقني إلى قطاع المحبس 4 أفراد يشكلون فريقا صحفيا متكاملا لتوثيق حقيقة الوضع بالصوت والصورة، في الوقت الذي يشن فيه إعلام المخزن حربا إعلامية على كل وسيلة تحاول كسر التعتيم الإعلامي الذي يمارسه على القضية، لأنه لا يريد للعالم أن يطلع على ما يجري في الميدان لأسباب يرجعها المراقبون إلى خشية الرباط من التأثيرات الاقتصادية للحرب، وتفاديا لإدانة دولية بعدما وضعت المملكة اتفاق وقف إطلاق النار على المحك. نوفمبر 2020 المملكة المغربية نسفت بالصورة كلها مخطط السلام، وبالصورة أخص وقف إطلاق النار بالفعل الديني التي أقدمت عليه في منطقة الجرجرات، خروجها من الحزام الدفاعي وأخذها لأراضي جديدة أضافتها للأراضي المحتلة. بهذا الموجب الجبهة الشعبية تحررت نهائيا من وقف إطلاق النار، والجمهورية الصحراوية أصدرت قرار بهذا الموجب. منذ ذلك التاريخ جيش التحرير الشعبي الصحراوي دخل في حرب. المغرب إلى حد الساعة يحاول أن يتكتم على هذه الحرب، يحاول أن يخفيها، يحاول أن يظهر أن المنطقة هادئة وأن ليست هناك حرب. من ثغرة الجرجرات ضد الشرعية إلى معابر نحو الحرية، قرر هؤلاء الذين كان بعضهم أطفالا حين أخرج آباؤهم من الديار وضع حد لمصيرهم المجهول الذي يدخل عقده الخامس. حرب التحرير ما هي محصورة لجيل عن جيل. حرب التحرير مسؤولية جميع أجيال أهل الصحراء السابقين، ونحن الجيل عشنا معاناة أكثر من اللي عاش هذوك اللي سابقنا، بحكم اللجوء وبحكم المعاناة وبحكم بعدنا عن أوطاننا. وحرب التحرير الثانية هي قضية حياة وموتنا. شعارنا الوحيد ولو حد في هذه المرحلة هو كل الوطن أو الشهادة. عاطين أعمارنا وعاطين ما تملك أيدينا من أجل تحرير وطننا. المقاتل الصحراوي والهبة الصحراوية نعتت للعالم كامل عنه جسم واحد موحد. الشاب الصحراوي أصبح اليوم عبارة عن ذاخرة من أجل استغلاله.
نحن اليوم متطوعين أكثر من أي وقت مضى، لأننا يعني عندنا الشعار كل الوطن والشهادة، يا إما الموت بكرامة يا إما استرجاع كافة ربوع الدولة الصحراوية. نحن ما لنا أغلى من يعني ما أن أغلى ولا أكبر ولا أثمن من الأحرار والشهداء اللي فات مشات بالقوافل من أجل يعني تحرير هذه الأرض، وقطعا عنا نحن من أولادهم، نحن أبناء هذوك الأسود اللي استشهدوا. هذا هو الواقع في قطاع المحبس الحابس للأنفاس. قصف وقصف متبادل بين الجيش الصحراوي والجيش الملكي القابع وراء الجدار العازل، حيث نتواجد على بضعة أميال منه، والذي يزيد طوله عن 2700 كيلومتر. خيط رفيع بين الحياة والموت هنا. المنطقة نعرفوها كيف نعرفوا الصور اللي وصلوا بهم، نعرفوها مليح، مسالكها، جبالها وديانها، سهولها، بلد ماها، بلد كذا إلى آخره. والعدو اللي نعرفوه قاعدة طبعا المحبس نعرفوه كيف نعرفوه أكثر من نعرفوا ديارنا بيوتنا، ومستعدين نتموا هاك لين يستشهدوا ولا حرب رابعة. المقاتل الشاب اليوم أكثر معرفة وأكثر دراية بالأرض، وقدرة على استعمال السلاح، وقدرة على حتى إثارة الهزيمة في نفوس جيوش المخزن المتمركزة في جدار الذل والعار، حيث تتساقط عليهم قنابل جيش التحرير الشعبي في كل وقت، لا يعرفون متى ولا أين ولا كيف. الله أكبر، هذا هما. الوضع الذي كان هادئا لساعات ينذر باشتباكات بينهما. قصف مغربي مصدره القاعدة العسكرية 22 من الفيلق 40 مشاة القطاع، يستهدف بيوتا لمدنيين صحراويين في حدود 11:15 بقذائف عنقودية. لم تسفر عن خسائر بشرية لأن من كان بالمكان قد نزح، فكما كل حرب وضع إنساني معقد. أزمة النزوح في الصحراء الغربية تتجدد. يا الله أعطيني الجد. من يوم 13 الشهر الماضي من اخفاض القرقرات وبداية الحرب على مستوى الربط كله. جيش التحرير الشعبي كله كانوا عنده المواطنين، كان عنده بلديات وعنده ناس في الارياف. عاد مسؤوليات ثنتين، خبيط الشلوحه ونقل المواطنين الصحراويين بالكامل الى حقهم المناطق الامنه. الوضع هون المنطقة راهو وضع حرب ضروس من الليل وفي النهار. كيف شفتم وواجهتوا وشفتوا وريتوا وسمعتوا، هو اعلنوا عن خبيط الليل والنهار بجميع الأسلحة اللي عند شلوح، يرمون بجميع اللي عندهم الأسلحة من عند 155 إلى العربة بيوم 21 هاون 120 دبابات، الرشاشات لكل نوع من عند 20 23 إلى كلهم.
التنقل هنا محسوب بدقة، فمسافة الأمان محددة بين قصف وقصف عشوائي ورصد رادارات المراقبة المغربية. لاسترداد الأنفاس يدرك فريقي أنه يستوجب انتظار هدوء الوضع نسبيا للانتقال إلى الضفة المقابلة، حيث تتواجد البيوت المدمرة من أجل تصوير الركام عن قرب. ستقترب الآليات القتالية التابعة للجيش الصحراوي من الجدار المغربي بمسافة لا تزيد عن الميلين، وستكون ردة فعله عنيفة جدا. ظروف الحرب وشروطها الأمنية الوقائية فرضت علينا في إطار نقل حقيقة ما يجري في المنطقة أن نتعامل مع الوضع بكل عفوية وسرعة، حتى وإن كلفنا ذلك الاستغناء عن الخوذة والسترة الواقية. الساعة الآن تشير إلى حوالي 10 ليلا، والقصف في كل الاتجاهات. يحدث هذا في الوقت الذي يحاول الإعلام المغربي أن يتكتم عن هذه الحرب المرفوضة التي ما كانت ستنطلق لو لم تخرق الرباط الاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار. وهنا نحن ملزمون على إطفاء ضوء الكاميرات والتقاط المشاهد الليلية دون إنارة حتى لا نكون عرضة للقصف. ستكون مصدر النيران المغربية في صباح اليوم الموالي للمعركة هدفا لصاروخ الجراد الذي سينطلق من هذا المكان، حيث يواصل الجيش الصحراوي هجماته. النقطة اللي هاجمتم بحضرتكم كنتم متواجدين معنا هي جبهة الفيلق 40، كانت القاعدة 22 والصنيت 211، بالإضافة إلى امتس ثم كذلك القاعدة 23. المعركة دامت تقريبا ساعتين، يعني يقول حد قصف غير يقول في الحقيقة هي معركة متواصلة، كانت متواصلة لمدة ساعتين، ومن بعدين في العشية تواصلت، وفي الليل كيف حضرتوا وشاركتوا معنا فيه تم هجوم استخدمت فيه جميع الوسائل بما فيها المناطق الخفيفة ضد المغرب، الشيء اللي جعلهم على كل حال صابتهم الارتباك انتي، واللي ردوا من جميع الواجهات عشوائي، واللي قطعا لهم في ذيك العملية تكبدوا فيها خسائر كبيرة. سيقصف الجيش الصحراوي إذن بعد لحظات القاعدة العسكرية رقم 22 من الفيلق 40 مشاة القطاع بالمحبس، ردا على الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقها المغرب باتجاههم. أما نحن فسنغادر المكان في الحين، لأنه حسب المعلومات فإن المغرب سيقوم بالقصف عشوائي بعد لحظات.
انا مليح ياك ما تعرف لا ما شاء الله. النتيجة تفجير القاعدة العسكرية الملكية، وهنا لا حاجة لإنكار ما بات جليا لعدساتنا. يا ربي يا ربي يا ربي بوك يقصونا. ثمانية 48 ساعة في ساحة القتال بقطاع المحبس كانت كافية لنقل واقع مر، بالرغم من منع الرباط الصحفيين والحقوقيين والبرلمانيين من الولوج إلى منطقة ما وراء الجدار العازل. إلا أن الميدان أبلغ أنباء من كل بيان تستر أو إنكار لحرب مخفية سيعكر استمرارها هدوء الصحراء من المحبس إلى القرقرات، ويهدد استقرار المنطقة برمتها من الخليج إلى المحيط. مع إشراقة يوم جديد نحلق بأفكارك لنعدل مزاجك الصباحي. نفتح معك صفحات تروي لك آخر الأخبار. نوثق لحظات تنسج خيوط الحياة بألوان تتمازج وتتناغم مع اهتماماتك وهواياتك. نعيش تفاصيل يوم جديد على نغمات الخدمة المتواصلة. نلتقي لنرتقي ونرسم ابتسامة أمل. هذا الصباح يوميا عدا الجمعة في 8 على القناة الإخبارية. فيروس كورونا لا يزال موجودا، لذا فالالتزام بتدابير الوقاية إجباري للمحافظة على صحتنا البدنية والنفسية. وباش ما تمرضش وما تنقلش العدوى، قبل ما تخرج من الدار يجب غسل اليدين بالماء والصابون 30 ثانية على الأقل. وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة مع الحرص على تغطية الأنف والفم والذقن وما تلمسهاش. وكي ترجع ما تنساش تطبق قواعد الوقاية: غسل اليدين بالماء والصابون، نزع الكمامة ووضعها في سلة مهملات مغلقة، تغيير الملابس وارتداء ملابس خاصة بالبيت، إعادة غسل اليدين مرة أخرى، وباستعمال مطهر نمسح الأسطح المستخدمة والأغراض اللي جبناها معنا من برا. مع